على فكرة يا اللي تهاجمون المملكة العربية السعودية، ترى إحنا مش ظاهرة صوتية، إحنا مش بس كلام. يعني إحنا ساندنا القضية الفلسطينية بالمال، بالدعم، بالمساندة عبر التاريخ، بأشياء ومواقف سياسية. إحنا يعني طبعا ما راح أقدر أتكلم فيها وأذكرها، لأنه يعني أنا مش شخص مخول بهذا الموضوع، ولكن أنا أتكلم بشكل عام عن الوضع اللي صار على محمد سلام والاخوان الاعلاميين اللي قاعدين يهاجمون المملكه العربيه السعوديه، وانه احنا مفروض احنا نوقف موسم الرياض. موسم الرياض احنا نستناه من سنه لسنه، مستحيل نوقف الموسم هذا. الموسم الرياض صرفت عليه مليارات، ومشروع كبير، ومش كله حفلات فنيه وكله رقص وتنطيط. احنا نجيب اللي ينطط بس عشان نستانس عليه بس. والواضح انه محمد سلام حب يستغل هذا الموضوع انه يصبح ترند ويصبح اسم مشهور، وبدل ما ياخذ في المسلسل او الفيلم ينحط اسمه ثالث اسم، الان يقدر ياخذ بطولة مطلقة بسبب هذا الفيديو. ويعني يا أخ محمد، يعني أنت فنان جميل وكوميدي جميل. يعني مثلا اعتذرت عن موسم الرياض، وأنك أنت ما تبغى تشارك عن موسم الرياض، ما له داعي أبدا أنك أنت تطلع بفيديو. ما له داعي ابدا انك انت تطلع بفيديو وتقول للناس انا والله اعتذرت كذا، وفي ناس تقتل وفي فلسطين، وانا كنت اتمنى انه مهرجان او موسم الرياض يلغي. هذا ما كان له داعي ابدا، ما كان له داعي. هذا البروباغندا اللي انت صنعتها لنفسك ما كان لها داعي ابدا. ممكن انك انت تعتذر وخلاص. انا اقول لك ما له داعي انك انت تطلع فيديو، لانه أي هجوم يعني بالتلميح أو بالتصريح على المملكة العربية السعودية يعتبر اعتداء سافر على جميع الشعب السعودي. الشعب السعودي كله راح يوقف ضدك مهما كنت كبرت ولا صغرت. الناس راح ترد عليك، وراح يعني تخسر جمهور كبير في الوطن العربي لك.